بعض البنات بعتالي بتقولي احنا عايزين نعمل تناعيم للشعر ونفرد الشعر، ولكن لو سمحتي بلاش بروتين او بلاش اي نسب فرد. سؤال تاني، انا عايزة الشعر يكون ناعم جدا في الملمس، ولكن لو سمحتي بلاش بروتين. يا جماعة احنا لما نزلنا جلسات الترطيب والتغليف والعناية كان بيعالج نقط معينة في الشعرة اللي مساميتها واسعة، فبتبقى هشة جدا وما بتستوعبش او ما بتستجيبش للمرطبات نهائي، فكان بيعمل قفل في المسام ده فبيخلي الشعر اكتر لمعة. ولكن هو مش متاح لكل انواع الشعر، ولا نقدر نغير خواص الشعر ابدا انها تبقى ناعمه بدون تدخل كيميكالز. ولكن هنا كل الحذر، كل الحذر في هذا التدخل، لان ممكن يبوظ. ولذلك دايما اقول الجئي لمتخصصه كويسه بروفيشنال، في نفس الوقت اسمعي كلامها. ولكن سماع كلامها مش في مجرد المجموعات والحاجات اللي احنا بنعملها، لا، التخلص من التالف، غسيل الفروة كويس، الترطيب المناسب، هو ده الحاجة الوحيدة اللي هتحافظ ومش هتضر ابدا مع الكيميكالز المستخدمة. ولكن حتة ان احنا نغير خواص شعرة بدون تدخل احماض او حرارة او كده، هو اصلا مش منطقي، مش منطقي. ولو عندك اي سؤال راسليني على الخاص هكون معاكي فورا.